مرحبا بكم في حلقه جديده من سلسله نبضات قلب كوت كور اللي غادي نحاولوا نهضروا فيها على واحد الفيلم اللي تيجمع بين الرياضه والسينما. انتم كتعرفوا اننا باقيين في هذه الاجواء ديال كاس العالم، هذه الاجواء الجميله وهذه السحابه ديال الحلم الجميل اللي حملنا الفوق منها المنتخب ديالنا. غنبقاو في هذه الاجواء هذه وغادي نهضروا على فيلم رائع جدا تيهضر على رياضه البيسبول. الفيلم بعنوان دو ترابل ويز دو كيرفز من اخراج المخرج روبرت لورانس سنه 2012 ومن بطوله النجم الكبير كلينت إيستوود ونجم السينما والموسيقى جاستن تيمبرليك والممثله الرائعه ايمي ادمز. الفيلم كيعاود القصه ديال واحد سكوت كشاف المواهب في رياضه البيسبول واللي تقريبا في اواخر المسيره المهنيه ديالو، راجل كبير بزاف في العمر، عنده متاعب صحيه، عنده مشكل في النظر، ولكن هذه القضيه خباها على الناس اللي خدام معاهم، واخا انهم عاقلين عنده شي مشكل معين وشي اللي غادي يخليهم انهم يتواصلوا مع بنته اللي كتخدم كمحاميه مع واحد الشركه كبيره في ديال المحاماه. وهاد البنت هذه واحد الانسانه وركهوليك، يعني تقريبا الوقت ديالها كامل مخصص للعمل ديالها، حتى انها لقيه فاش كتواصل مع الاب ديالها. ولكن هاد الناس هادو فاش قالوا لها بان الاب ديالها راه عنده مشاكل صحيه وهذا وتيكابر ما بغاش يعترف بها، غضطر انها تخلي كلشي وغادي تجي باش تشوفوا في داك الفتره اللي غيدوز في التنقيب على المواهب في واحد البلاصه معينه. وفاش غيتلاقاو هاد الشخصيات بجوج مع توالي الاحداث غندخلوا في ما يسمى بالبادي موفي. والبادي موفي كما فات لي شرحت في واحد الحلقه سابقه هو داك النوع ديال الافلام اللي تيكونوا فيه جوج شخصيات شويه ما متفقينش ولكن كيتعاونوا وتيديروا ايكيب باش انهم يوصلوا لواحد الهدف معين. هنا اللي غريب شويه في الامر هو ان العلاقه بين البنت والاب ديالها ماشي علاقه تقليديه. حنا كنعرفوا بان في علم النفس كاينه واحد النظريه سميتها نظريه عقده الكترا لو كومبلكس ديليكتر اللي تيقول بان البنت كتكون على وفاق وعلى التناغم مع الاب ديالها. الشيء اللي ما حصلش هنا علاش؟ لان الطرفين بجوج عندهم واحد يعني العناد بزاف، عندهم يعني واحد شويه تقسوحيه الراس وكل واحد فيهم عندهم ان فور كاركتير بجوج بهم، دونك ما كيتفاهموش، كل واحد عنده شخصيه قويه ما كيتفاهموش، دغيا تيتلاقاو تيطلعوا للسما كما تنقولوا بجوج. دونك غادي نشوفوا واحد جوج شخصيات اللي ما متفاهمينش ولكن غادي يعاونوا بعضياتهم باش انهم يتجاوزوا المشاكل ديالهم بور ايفولوي، يعني كل واحد فيهم تيعاون الاخر باش انه يفولويا ولا يتطور ويتجاوز المتاعب ديالو. وشو ما فوزون يعني والاحداث غتدخل شخصيه جديده في الاحداث اللي هي الشخصيه ديال جاستن تيمبرليك اللي حتى هو ان سكاوت، يعني حتى هو كشاف ديال المواهب، باقي صغير، داك العنفوان الشباب، تيامن بزاف دوك التقنيات الجديده بلا تكنولوجي بداتابيس بزاف ديال الحوايج، العكس ديال الاخر اللي شويه متشبت بدوك التقنيات القديمه ديال الاولد سكول، يعني باقي تيثيق في الحدس ديالو، باقي تيثيق في الحواس ديالو، واخا عنده مشكل ديال النظر ولكن خاصه عنده حاسه سمع قويه بزاف وكتعاون انه يميز اللعابه الواعرين من اللعابه اللي ما عندهمش يعني ما يكفي من الموهبه باش يمشيو بعيد، العكس ديال الاخر كما قلت لكم. وفوالا غادي تناسل الاحداث بواحد الطريقه زوينه بزاف في هذا الفيلم الرائع هذا اللي كما قلت لكم كيستحق انه يدوز معنا في هذه الفقره هذه ديال كوت كور، لان فيلم زوين بزاف وكيستحق المشاهده. وانا كل يعني ايمان انكم ان شاء الله غادي تدوزوا مع واحد الوقيته سينمائيه رائعه وغادي تشكرونا عليه كما تنقولوا بالدارجه، ان فيلم زوين صراحه كيستحق اننا نخصوا ليه حلقه خاصه في هذه السلسله هذه. I've seen all I need to see. Just hold your ass right there. Looks like Sandy Koufax. كنتمنى لكم مشاهده طيبه، شكرا لكم على المتابعه ونشوفكم لاحقا، تحياتي.